جماعه ده منتج احلامي من غير اي مبالغه، ميزان بتحط عليه اي اكل في الدنيا ني او مستوي بيطلع لك كل النيوتريشن فاكتس بتاعته، عدد الكالوريز، الفاتس، الكوليسترول، الصوديوم والسكر والفايبر والبروتين. طب هو بيشتغل ازاي بقى وبيعرف ان محطوط عليه رز مثلا؟ احنا بنحط الحاجه اللي هنوزن فيها وبعدين بتفتح الكتيب اللي جاي معاه ده، بتشوف الاكله اللي انت حاططها دي الكود بتاعها كام. تعالوا مثلا نجرب كده نشوف التفاحه دي. احنا عندنا الكود بتاع التفاحه النيه اللي بالقشره، لان هو حاطط لك اكواد كل حاجه بالقشره من غير القشره، مطبوخ ني مستوي كل الحاجات. عندنا هنا 0693. حط كده التفاحه، جايب ان وزنها 194 جرام، فيها 100 كالوري، وفيها فاتس زيرو وكوليسترول زيرو، الصوديوم 2 مللي جرام بس، الكاربس اللي فيها 27 جرام، الالياف 5 جرام، والسكر 20 جرام. السؤال بقى، هل الارقام دي مظبوطه ولا هو بيهبد اي حاجه بتحطها وانت بتاكل وما بتاخدش بالك؟ انا فتحت هنا النيوتريشن فاكتس بتاعه 200 جرام من التفاح ولقيت الاتي: عندك الكالوريز هنا طالعه 94، هنا 101، الفرق برده مش كبير قوي. السكر عشان دي تاني اكتر حاجه بتهمنا بعد الكالوريز، هنا كاتب 20 ونص وهنا 20 جرام، يعني فرق نص جرام بس بينهم. فانا شايف ان هو دقيق بنسبه كبيره جدا، وشايف ان هو اختراع عظيم جدا انه الناس اللي عايزه تعمل دايت او الدكتور بتاعها كاتب لهم حاجات معينه بالجرام يمشوا عليها. مشكلتي الوحيده بس معاه هي فكره ان انت لازم ترجع اما للكتالوج ده او للابلكيشن عشان تشوف كود الاكله، فدي شويه عمليه مرهقه، بس انا شايف انها تستاهل جدا. الجهاز بالنسبه لي عبقري جدا، وطبعا هدخله قائمه تمام.